السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير متابعي الرياضية السعودية، أحييكم عبر ساعة كاملة نستضيف من خلالها أحد الشخصيات الرياضية الهامة في المملكة العربية السعودية، أحد الشخصيات المرموقة في نادي الهلال، والذي اشتهر كثيرا حينما اعتلى كرسي رئاسة نادي الهلال بتحقيقه للبطولات، وهو الرقم الأعلى حتى الآن من بين رؤساء نادي الهلال، وكذلك حينما تواجد في هيئة أعضاء الشرف، وتحديدا في وكنائب لرئيس هيئة أعضاء الشرف في نادي، أصبح شخصية مثيرة سواء في الأحاديث الإعلامية أو حتى في التواجد أو حتى من خلال المنافسة مع من ينافس نادي، سواء في الأحاديث الإعلامية أو حتى في المحافل التي يكون فيها منافسات محلية، يكون فيها حديث إعلامية أو حتى يكون فيها سجال إعلامي أو حتى فيها تصاريح مثيرة. ضيفي وضيفكم في الساعة القادمة سمو الأمير بندر محمد، نائب رئيس هيئة أعضاء شرف نادي الهلال ورئيسه السابق. سمو الأمير أحييك، أشكرك لقبول دعوة الرياضية السعودية. أنا أشكرك وأشكرك على الإطراء، وأتمنى أن أكون ضيف خفيف على المشاهد الكريم، وأن إن شاء الله أوفق في الإجابات اللي تشفي أو تكون في مكانها بإذن الله. سمو الأمير، خلني أبدأ من آخر 5 سنوات بالنسبة لكم في الهلال، ومن كمنصب نائب لرئيس هيئة أعضاء الشرف، يعني أن يكون الهلال في 5 سنوات تقريبا يحقق البطولة كأس سمو ولي العهد ل4 مرات، ويحقق بطولة الدوري ل3 مرات. هذا الرقم ماذا يشكل لكم في الهلال؟ يعني عوضا عن تحقيق البطولة، إلى ما هي الدلالة اللي تبغى توصلها لمن لا يشجع الهلال؟ الحمد لله، أولا أشكر رب العزة والجلال على التوفيق، والحمد لله على الإنجازات المتتالية لنادينا الحبيب. هذا أعتقد أنه يدل دلالة واضحة أن أمور كثيرة في نادي الهلال يعني صحية وجميلة. أولا أنه التقارب من بعض كأعضاء شرف، نسير هذا النادي تقاربنا من بعض، أعطانا أن نسير بالمسار الصحيح، أن نكون يد واحدة، أن نعلم أن كل ما قربنا من بعض أن في مصلحة نادينا وفي مصلحة أبناء النادي وجماهير النادي. هذه واحدة. الثانية الأرض الخصبة لنادي الهلال. الإنجاز لم يأتي صدفة أو من فراغ، يأتي من عمل جيد، يأتي من أرضية جيدة للعمل. أعتقد أنه لا ندعي الكمال، نعم عندنا أخطاء وعندنا بعض النواقص وشيء طبيعي، ولكن العمل في نادي الهلال أعتقد أنه عمل منظم، عمل يسير بأسس صحيحة مدروسة، قاعدة صلبة من العمل. ليس هناك أنا وأنت وهذا، هناك عمل جماعي للجميع. من يكون قائد دفة نادي الهلال كلنا خلفه. أعتقد أنه هذه الأمور لا شك أنها لابد أن تثمر عن نتائج جيدة. وأضف إلى ذلك رجالات الهلال لن يبخلوا على ناديهم في كل كبيرة وصغيرة، وقفوا مع ناديهم، جلبوا اللاعبين، وقفوا بالمادة، وقفوا بالرأي، وقفوا بأشياء كثيرة حققت الإنجازات، ونطمح الأكثر بإذن الله. سمو الأمير، كنائب لرئيس هيئة أعضاء الشرف، يعني الصوت الشرفي بالنسبة لكم حاضر غائب. يعني أنا أصنفه أنه حاضر متواجدين، أنه في صف واحد، عكس أندية كثيرة الآن تعاني من انشقاق في صف أعضاء الشرف. غائب أنه لا يلعب الدور اللي معتاد مثلا على مستوى الاجتماعات الشرفية بشكل متكرر، المجالس الشرفية، التواجد في النادي بشكل مستمر. يعني هي قليلة قياسا بحجم أعضاء الشرف. أنت كيف تشوف دورها بشكل؟ أول الحقيقة الدور جيد ودورها فعال، وكلامك هذا له دلالة. لا سمح الله لو كان الأمور متعثرة في نادي الهلال وجدت تغير في دور أعضاء الشرف، ولكن من توفيق رب العزة والجلال والقيادة التي تقود النادي أيا كانت،
لا شك أنها جيدة وتسير بالمسار الصحيح، وتطلب من أعضاء الشرف الوقوف جنبها، لا أن تقف ضدها أو متفرجة. فأما الحضور فمتواجدين ولله الحمد، نحضر أعضاء الشرف كثر، ليس بالضرورة أن يكون في الإعلام، وليس يكون أنه الهلال فيه ميزة واحدة أحب أن أتكلم فيها الحقيقة. أعضاء شرفه لا يميلون للإعلام كثير ولا يحبون الإعلام، لا أقصد لا يحبون الظهور فيه، لا، ليس مجال خدمة النادي عن طريق الإعلام، خدمة النادي عن طريق العمل، تقديم أما مشورة أو تبرع أو إلى آخره. الإدارات متواصلة مع أعضاء الشرف، لأنه لله الحمد فيه عندنا في نادي الهلال نظرية ومتقيدين فيها ونؤمن فيها الإيمان الكامل أننا يجب أن نكون خلف كل إدارة تقود النادي. إذا كان عندنا غير ذلك هذا سيكون ينعكس على النادي بالسلب ليس بالإيجاب. الحمد لله قد لا يرى المشاهد دور عضو الشرف لأنه النادي يسير بمسار صحيح، وأيضا ندرك أن حتى الإدارة بشر عندهم سلبيات وعندهم إيجابيات، طالما أن العمل إيجابياته أكثر بكثير من سلبياته إذا عمل ناجح. فلماذا عضو الشرف يريد أن يعني ما هناك سبب، ولن نقف مع أي عضو شرف يريد أن يجعل لنفسه دور أو بطولة أو على حساب النادي، لا، والكل يدركها تماما. طيب سمو الأمير، يعني عضو الشرف يقيم لديكم بفاتورة ما يدعم به النادي فقط، يعني في كثير من الإدارات أو من الأندية يعني حتى دخولك كعضو شرف له رقم معين، يجب أن تصل إلى 400,000 في الدعم أو 300,000 أو 200,000 حسب التصنيف. أنت كنت تتابع في أندية زي النصر زي الاتحاد، في لها تصانيف حتى في أعضاء شرفها. دخول الشخص لعضوية شرف نادي الهلال ماذا يطلب منكم؟ إيش المعيار اللي ممكن تقول أن هذا عضو شرف؟ لا أريد أن أتكلم في خصوصية الأندية الشقيقة، كل له فلسفته، كل له رؤاه. نادي الهلال يختلف في هذه الناحية، لا نقيم عضو الشرف كم يدفع أو متى يدفع أو لماذا لم يدفع. كل أعضاء الشرف الذي أعرفهم دفعوا ملايين الملايين لنادي الهلال، وليس بالضرورة أن يكونوا متواصلين في الدفع، ولكن نحفظ لهم قيمتهم، نحفظ لهم قدرهم، نحفظ لهم احترامهم، لأنه دفعوا في أوقات كثير 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 ولا زالوا. فليس هناك عندنا وقت يجب أن تدفع اليوم أو غدا أو ذا، كلما توفر أو أحب أن يدعمنا فأبواب النادي مفتوحة والإدارة تتقبل من عضو شرف. فمقياسنا ليس بكم دفع ومتى يدفع أو إلى آخره، لا، وكثير من الأحيان عندنا الرأي أهم بكثير من المادة، لأنه الرأي قد يدلك على أمور كثيرة ويرشدك على قد ترتكب أما قرار أو موقف أو ذا ما هو في صالح النادي، والرأي هذا هو الذي أرشدك إلى الطريق الصحيح. على مستوى الحضور أيضا سمو الأمير، يمكن في أسماء كانت تحضر في فترات وتغيب في فترات، سواء في الدعم أو حتى في التواجد. حينما يغيبون نقول أن هناك عدم رضا مثلا من عدم التواجد؟ أبدا ليس متواجد في نادي الهلال، وليس هناك عدم رضا والله الحمد، لأننا متواصلين مع بعض. أعطيك مثال، فرضنا أنا أي موقف، الأمير عبد الرحمن هو رئيس النادي وأنا كعضو شرف، نترك نائب رئيس خلينا كعضو شرف. لو عندي هنا موقف لن أبتعد عن النادي لأن لي موقف، أتصل بالأمير عبد الرحمن وأتفاهم مع كذا 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 كذا، متقاربين. ليس الحل بالابتعاد، الحل بإيضاح الأمور، الحل بالقرب من بعض، الحل بإعطاء الرأي. قد أكون أنا فعلا عندي رؤى أو تصور خاطئ ينورني الأمير عبد الرحمن، وليس عيب أن أتراجع وليس عيب أن أخذ رأيه، أو هو نفس الوضع يكون عنده رؤى ثانية أو عنده ذا، فقد أنور في بعض الأمور. هذا نتداول أمورنا بهذه الطريقة، لا أنه والله يطلع واحد من أعضاء الشرف في الجريدة الفلانية ويتكلم في الإدارة يستغل بعض الهفوات أو خسارة أو إلى آخره. لا هذه أمور بعيدة كل البعد عنا ولا نقبلها أصلا. حتى لو طلعت من عضو شرف تأكد أنه سنتكلم معه ونقول قف عند حدك،
الهلال ليست هذا منهجه وليس هذه طريقته. منهجنا التشاور، منهجنا أن نكون مع بعض، أن نتفاهم عن الكل كبيرة وصغيرة. في الجانب الآخر من يرى إنجاز الهلال أنه يدعم سواء بالتحكيم بالإعلام، أكيد تسمع تقرأ هالشيء. هذه مقولة أنا أعتقد أنها فشلت، والمقولة هذه من قديم كان القصد فيها لتشويش إنجاز الهلال. حاولوا بقدر ما بشتى الطرق، أقاموا الدنيا ولم يقعدوها. الهلال يا طويل العمر نادي إنجاز، نادي متواصل في الإنجازات. تكلموا عن التحكيم، أتى التحكيم الأجنبي. أنا أعتقد أنهم بعده يعني تواروا عن هذا الشيء، لأنها مقولة قد الهدف منها إسكات جماهيرهم أنه والله الهلال يحقق بعض البطولات، لصرف النظر عن عمل الهلاليين مع بعض وتكاتفهم مع بعض وإلى آخره، لأنه عليهم شائبة هم فيها وعليهم ظلال في بعض الأمور في إدارة أنديتهم. أو لا أريد أن أتكلم عن نادي بعينه، ولكن كمجمل فحاولوا يتكلمون على هذه الناحية لتشتيت الأنظار عن داخل الهلال. أتى الحكم الأجنبي وبرهن الهلال أنه هذه كلها مقولة لها أهداف، لها أغراض في نفس من أخرجها أو من يتكلم فيها أو من يسوقها. أعتقد أنها فشلت، ولا عاد هي الآن ما هي مجدية، لا عاد تؤثر في هذا. ليه؟ لأنها في السابق قد يكون بعض الجماهير تعتقد هذا ويستغلون بعض ظروف الهلال. قد يكون التحكيم هذا بشر يخطي لنا ويخطئ ونستفيد أيضا من أخطاءه على الآخرين، وهم نفس الوضع يخطئ عليهم ويستفيدون أيضا من أخطاءه على الآخرين. هذه مقولة أعتقد أنها يعني فشل. أما بالنسبة للإعلام، الإعلام لا يعطيك أي بطولة، الإعلام لا يهديك أي نجم، الإعلام يتكلم عن الحدث الذي صنعته. فمن الطبيعي أن يكون للهلال الإعلام يتكلم عن الهلال، من الطبيعي أن يتكلم عن إنجازاته، طالما أن النادي يحقق كل سنة بطولة أو بطولتين أو ثلاث. فماذا يتكلم؟ هل يتكلم عن المتخلفين في الترتيب أو الذي لا يحقق إنجاز، أو يتكلم عن هو إعلام رياضي يتكلم من هو يقود الرياضة في السعودية من الأندية أفضلها وزعيمها ويحقق الإنجاز. لماذا تسخير هذا؟ عندما يحققون أي إنجاز لو كان صغير جدا، لاحظ ماذا يطبلون وخذ من المواويل إلى آخره. أعتقد شيء مضحك. أنت أعمل وأترك الإعلام عنك، فعندما تنتج سيتكلم الإعلام. في جزئية الإعلام سمو الأمير وجهة النظر أنه الإعلام يقف مع الهلال في قضايا حينما يكون في طرف آخر. دائما ما يكون إعلام الهلال يسير في خط واحد. قد تجد إعلام أندية موجود، اللي مع عضو شرف ألف واللي مع رئيس النادي باء، ولكن في الهلال هي موجهة لخدمة نادي الهلال أيا كان من يجلس، سواء كعضو شرف أو في سدة الرئاسة. هذه هي وجهة النظر. لا نحاول أن نعطي إيهام في الأمور أنه والله الهلال يتكلم عن النادي. الهلال عندما يتكلم عن إنجازات، عن بطولة الهلال، عندما يقف تمر أي حدث ما ويعطي الهلال وجهة نظره ويتبناها الإعلام، يعني تصنيف إعلام هلالي وإعلام نصراوي وإعلام اتحادي، وإذا أنا ماني مع الأمور هذه، أنا مع الإعلام ككل. من حق الإعلام أن يرى. لا يعني هل أنه حتى ترضى عني كمشجع لنادي ثاني لازم أسب النادي فلاني وأخطئه وإلى آخره حتى تكون راضي؟ هذا غير صحيح. أنا أعطي الحقيقة. المسؤولين عندما تقول أي قضية، أنا أعتقد المسؤول لا يهمه الإعلام أصفر أزرق أحمر أخضر اللي يكون، ما أعتقد أنه يهمه فعلا القضية بحد ذاتها. وياما كثير دخلنا في أمور أو صار لنا أشياء لم نحققها أو لم تكون في صالحنا في ذا، هل أثرت على مسيرتنا؟ هل تكلمنا؟ ونعرف كثير من الأمور أنه كثير من القضايا أخذها الآخرين ولم نتكلم عنها لأننا نترفع عن بعض الأمور. بس التصنيف أبعد من كذا سمو الأمير، حتى على مستوى
على مستوى اللجان والتشكيلات والاتحادات دائما يقاس مثلا هذا عضو نصراوي، هذا عضو هلالي، هذا عضو اتحادي وعضو شبابي، حتى وصلنا مرحلة من المعايير بالنسبة للجان كم شخص يخدم النادي هذا وكم شخص يخدم النادي هذا، وهي لجان مستقلة في الاتحاد. يا أخي أنت توجه السؤال كأن الهلال هو اللي يعين اللجان. الهلال لم يعين أي لجان. الهلال نادي مثل الأندية لا يتعداها في أي شيء. فهذا السؤال يوجه للأندية. إذا كان هناك كفاءات هلالية ورجال، وهذا لا يعني أنه ليس فيه كفاءات أخرى في الأندية الثانية أو محبين الأندية الثانية إطلاقا، لا. لكن أولا السؤال هذا لا يوجه لنا كهلاليين، نحن من عرض. ثانيا قضية اللجان، انتهينا من قضية التحكيم وانتهينا من قضية ذا، بدأنا باللجان وإلى آخره. ماذا تقدم اللجان؟ يعني أكثر ما في الأمر أما توقف لاعب أو تنذر لاعب أو أكثر. هل هي بتجلب لك لاعب أو بتدرب فريق أو بيكون عندك مجموعة؟ اللجان هي اللي بتوهبك اللاعبين وبتوهبك الإنجازات؟ لا، يجب أن نعرف ما هي دور اللجان حتى نعرف متى الاستفادة منها. ولكن يا أخي يعني أعتقد أنه نبعد هذا. ثانيا، لماذا التشكيك في الذمم؟ لماذا الاتهام في هذا؟ أنا أعتقد أنه أي شخص سواء هلالي أو اتحادي أو نصراوي أو ذا بيأتي في لجنة وبحاول أين فليس جدير بأن يكون في هذه اللجنة، لأنه في ذا أخل في أمانته، أخل في عمله، أخل في منهجه الرياضي ككل. فهل الآن بدأنا نتجه لهذا الاتجاه؟ يعني بدأت موضة جديدة أنه والله اللجان، أنا أعتقد لجنة انضباط، لجنة مسابقات، لجنة يعني هذا. وماذا ستمنح؟ يعني أكثر من أوقاف لاعب وإنذار لاعب وإلى آخره. يعني ليس لها هناك التأثير اللي نتوقعه أو نتخيل أنه مؤثر أو ذا. لا نوهم أنفسنا ونضحك أيضا على جماهيرنا أنه والله اللجان وتمشي الموضة مثل ما مشت تحكيم سنين وانكشفت للجميع. هذه يحتاجها وقت بعدين تنكشف. سمو الأمير، الجيل الجديد من أعضاء الشرف في نادي الهلال، يعني في أسماء أنا قاعد أشوفها تحضر، ما أبغى أذكر، بس يعني في جزء مثل الأمير أحمد بن فهد، الأمير سلطان بن فهد، الأمير محمد بن خالد. هذا نستطيع أن نسميه الجيل الجديد بالنسبة لأعضاء الشرف؟ هذه الكوكبة القادمة لقيادة الهلال عندما نأخذ اللاين سيقودون النادي بإذن الله. ترى فيهم كثرة سمو الأمير؟ نعم، أرى فيهم الكفاءة ومحبة النادي والخلق الرفيع والرأي السديد والثقافة العالية. أرى نعم في كثير من أعضاء شرف الهلال القادمين، وهذا ليس تقريب الآخرين، ولكن أنا أتكلم عن من أعاشرهم ومن أتكلم معهم ومن نكون وياهم دائما في اجتماعات. هذا جيل قادم سيقود الهلال بإذن الله. هل في بالك تخطيط أو في مخطط هيئة أعضاء الشرف تخطيط لما هو قادم بعد الأمير عبد الرحمن بن مساعد؟ تقريبا إذا قلنا سنة، مثل يعني الرئيس القادم من هو الموضوع. يعني ليس عندنا تخطيط أنه والله الشخص الفلاني سيكون بعد الأمير عبد الرحمن. شيء طبيعي، الأمير عبد الرحمن يعني أي يوم من الأيام حيترك، اليوم أو بعد كذا سنة بمشيئة الله. دائما نحن منهجنا في نادي الهلال عندما تستقيل أي إدارة نجتمع ونختار شخص من هو اللي يعني يرى في نفسه أنه يستطيع أن كذا كذا، نقيم أمورنا داخل مع بعض ونكون خلفه كلنا. هل التجديد مطروح أيضا للأمير عبد الرحمن؟ بالإمكان أنه ترى فيها تجديد؟ أتمنى ذلك، أنه أبو فيصل أنه يستمر أيضا، وهو إن شاء الله قادر. وأبو فيصل مكسب كبير للهلال والرياضة السعودية. المكسب في رؤساء الهلال هو عدم تكرار الأسماء. يعني في آخر تقريبا الرؤساء أتى مثلا الأمير سعود بن تركي، بعدين جاء الأمير محمد، جاء الأمير عبد الله بن مساعد، جاء الأمير عبد الرحمن بن مساعد. لم يكن هناك تكرار في أندية أخرى كثيرة يتكرر اسم الرئيس. الحمد لله، لأنه
لا تحاول تقول الأندية. عندما أتمنى لا يفهم من أنا أحكي عن الهلال. الحمد لله كثر الكفاءات والرجال الحمد لله هذه الكثرة نستفيد منها. طيب، هل أنت مع أنه يعود من الرؤساء السابقين أحد؟ وإذا كان يرى في نفسه وعنده المقدرة قيادة النادي فليه لا يعني. أنت على المستوى الشخصي ممكن تعود سمو الأمير؟ أنا سئلت كثير في هذا الشيء فأجبت أنه أنا لا أفكر في هذا الشيء. ما تفكر، ما ترغب تكون رئيس؟ لا أفكر فيه. طيب، في دور أعضاء الشرف، يمكن الدور اللي فعلي الآن مع الإدارة هو دور الأمير عبد الله بن مساعد كمستلم لملف واضح بالنسبة لنا في الإعلام، هو ملف الاستثمار. العلاقة والشريك الاستراتيجي، نجح الأمير عبد الله بن مساعد في هذا الموضوع في إعطاء الهلال فاتورته الحقيقية من موبايلي؟ الحقيقة الشريك الاستراتيجي نعم الشريك ونعم الرجال على أكبر قدر من الرقي في التعامل، هذه واحدة. موبايلي الآن في السابق نعم نعتبرها شريك، الآن هي جزء من الهلال لمحبة الحقيقة المتبادلة بيننا. الهلال أعتقد أنه 100 مليون إن شاء الله نحققها في العقد الجديد مع الشريك إذا ما كان أكثر. وش تصنفها لما يكون عندك شريك زي هذا؟ يعني من أبرز أعضاء الشرف، هل بالإمكان أنه يكون له دور فاعل في أنه يحضر يوجه وهو يدفع 100 مليون موبايلي؟ والله أنا أعتقد أنه هم عملاقين، الهلال وموبايلي كلاهما عملاقين، وعندما يتقابل العملاقين ستشاهد كثير من الإبداع. هل ممكن تقبلون منهم شيء سمو الأمير؟ مثل موبايلي مثلا ترى في جزئية معينة، سواء على مستوى استقطاب لاعب أو حتى على مستوى إنشاء منشأة. أعتقد أنها هي مقتنعة تماما، وأعتقد أن الواقع يقنعها أنه القيادات في نادي الهلال أنها أعتقد أنها قائمة بأكمل وجه، والحقيقة تدرك تماما أن القيادة في نادي الهلال تملأ الكرسي بكل معنى لهذه الكلمة معنى. وأما استقطاب فنتمنى أن تساعد أيضا النادي على استقطاب. في وقت قريب يعني لما أتى الأستاذ حسن الناقور مع والده الأستاذ علي من النادي الأهلي، لعلك قرأت واطلعت على أنه كيف يحتضن الهلال عضو شرف خرج من النادي الأهلي وأتى للهلال. الحقيقة هذه أيضا من ميزة الهلاليين، ليس عندنا أنه أهلي ولا الهلال ولا اتحاد ولا نصر ولا لا، نحن ننظر للرجل بكفاءته بعقليته بفهمه بإدراكه. فالأخ علي أعتقد أنه مكسب لأي نادي لما يتمتع به. أنا عارف الدكتور علي تماما، والأخ حسن طبعا أعرفه كثير، أنه يتمتع رجل الأخ الدكتور علي بعقلية نظيفة، مكسب لأي نادي الحقيقة. وعندما يستقطب الهلال أعتقد أنه يظفر برجل من خيرة الرجال في كل شيء. من قال أنه خروجه من النادي الأهلي واتيان الهلال كان يجب على الهلاليين أن لا يقبلوا عضو شرف قادم من النادي. ولماذا؟ مو السبب. ممكن تقبل عضو شرف من النصر من الاتحاد برضه؟ والله يشرفنا إذا كان رجل يعني في تطلعات الهلاليين، ويعني نرى فيه أنه رجل سيقود النادي أو سيكون النادي يجني من دخوله للمنظومة الهلالية أشياء إيجابية. ليه لا؟ نحن لا نتوقف عن هذا ميول فلان وفلان، لإدراكنا تماما أنه أولا نقيم الرجل نعرفه، ليس أنه أي شخص يمكن لا نقبله حتى لو ما يكون منتمي لأي نادي تماما. هذه واحدة. نحن ندرك ونعرف الرجال تماما. هناك رجل الميول لا تكون خاصة في عضو الشرف اللي ممكن يكون قيادي. أعتقد أنه يهمه سمعته، يهمه فكره، يهمه انتقاد الناس له،
لأنه ليس سهل أنه والله يأتي، يعني يمكن يدور في مخك شيء ما قلت لي، يعني أنه ممكن يعمل لنادي فرضنا الأخ الدكتور علي أنه للأهلي، هو أكبر بكثير، أو أنه بعيد عن هذا ولا نحن نفكر أصلا عندما نستقطب شخصية مثل الشخص هذا الدكتور علي أنه لا ولو قدر أنه رشح لنا لرئاسة نادي الهلال أول من يؤيده أنا. هذه برضو تقودني المحور ثاني سمو الأمير، اللي هو في نادي الهلال، أعضاء الشرف لما يأتونك مثلا من نادي ثاني، إذا قلنا أنه يأتيك أو حتى ينتمي إلى النادي، يأخذ الدور بشكل مباشر. يعني احنا شاهدنا الدكتور علي في أقل من سنة كان في وجهة مع نادي الهلال، حسن الناقور عضو مجلس إدارة في أقرب فرصة انضم للإدارة. ما أخذتوا الفرصة والوقت حتى تروا العمل من قبل الدكتور علي أو حتى من ابن حسن؟ بالنسبة يعني حد أفرق الأخ حسن هو الأهلي من صغره يعني، ونحن عشنا مع بعض وأعرفه تماما بحكم متواجدين أنا وياه في الحجاز وأعرفه من قديم. يعني بالنسبة للدكتور ما يحتاج إلى أنك تجرب تحكم على الرجل بعقليته بفهمه بإدراكه بمنطقه بعمله. رجل يعني الحقيقة يعني وهو مثال يعني الحقيقة يحتذى به، فأنتظر على رجل كفاءة في كل شيء هذا غلط. طيب أختم معك سمو الأمير في هذا المحور في أعضاء الشرف. خالد عزيز كانت آخر شفاعة، يعني كان آخر توقف قبل الأخير هذا، أنه أتى بعودتك بعد ما كان الاحتفال في نادي القرن، أنه كان في شفاعة من الأمير بندر بأن يعود اللاعب من جديد. الآن خالد يقع في نفس المشكلة ويكرر الغياب. أنت أولا تحمل خالد جزء من أنه في شفاعتك لم تقدر بالشكل المطلوب، عاد إلى الغياب؟ ما ننظر للأمور بهذا الزاوية، لأن الأمور تختلف ولها فترة طويلة أكثر من سنة كاملة. هذا الموضوع موضوع خالد عزيز لاعب كبير لا شك، لاعب مؤثر، لاعب له قيمته الفنية. سئلت أنا في إحدى القنوات لا أذكر والله، وجوابي كان للأخ خالد: يا أخ خالد، القطار يسير، فالأمس ليس مثل اليوم بالنسبة له. إذا لم يستفد في هذه الفترة، وإذا لم يكن يعي كثير من الأمور، لا أنا أحاول أن أبين مناقبه أو محاسنه، لا، ليست مجال أو أنني أتشفى فيه أو أنه لكن أحكي كأمر عام له الجميع لعبة. يجب أن تفهم أنه أمس ليس مثل اليوم. يجب أن تعرف أن القطار يسير، الهلال لا يتوقف على أي لاعب. أنت الخسران الأول في كل كبير، حتى لو مع أني ما أعرف عن قضيته لا أشياء يعني قد لا تكون الصورة كاملة، حتى لو تكون معك حق وأنا لا أعتقد ذلك، أيضا القطار يسير، أفهم معناها. هذه واحدة. الثانية، خالد عزيز ليس بالرجل الصغير أو ذا. أتمنى أنه إذا كان هناك مؤثرات، أو أتمنى منه أن إذا كان هناك من يؤثر عليه ويستغل طيبته ويستغل بعض الأحيان نقاط ضعف عنده، وكلنا يعني كل إنسان عنده نقطة ضعف، أن ينتبه لهذا الشيء، لأنه هو الخاسر الأكبر. وأنه من يحاول أن يؤثر عليك هذا ليس محب لك. انتبه انتبه انتبه. الهلال نادي كبير، فحتى لو تجاوز عنك اليوم أو غدا فالقطار سيفوتك إذا لم تنتبه لنفسك. والعاقل خصيم نفسه، هذا مثل معروف. أتمنى أن يفهم خالد هذا جيدا. طيب إيش المشكلة يعني؟ الهلال لم مثلا، هل يحتاج خالد معاملة خاصة؟ لا، ولن يكون في الهلال أي لاعب معاملة خاصة، هذا غير صحيح. أنا لا أعرف عن المشكلة ولا أحب أنا، حتى لو أعرفها ليس مجال أن أتكلم فيها. هذا لاعبنا وابننا، يعني يظل ابن الهلال، وهذا وليس من عاداتنا الهلال أن نتكلم عن لاعبين في الإعلام، لا. لكن أنه غيابه الإعلام تكلم عنه. لكن أتمنى من الكابتن خالد
وهو جمهور الهلال يحبه، ورجل له مكانة في جماهير عند جماهير الهلال وعند كل الهلاليين، فلا يزعزع هذه المكانة. أعتقد أن غاب خالد أو أي لاعب لن يؤثر في الهلال. تؤيد سمو الأمير أنه يرحل السنة الجاية؟ هناك كلام أن يكون مقايضة بينه وبين نادي الشباب أو بين أي نادي، يعني مبدأ أن ينتقل خالد، تؤيد؟ لا أؤيد أي انتقال أي لاعب. نعم، النجوم اللي عليهم، يعني هناك نجوم كثر في نادي الهلال من النجوم اللي لا تؤيد انتقال. في الجزء الثاني سمو الأمير أحب أتكلم معك عن محور اللي هو الإشراف على قطاع الناشئين والشباب في نادي الهلال والقاعدة. خلني أبدأ من مبدأ دائما يكون موجود. أنت ترى النجاح في الناشئين والشباب بإنتاج اللاعبين أم بتحقيق البطولة؟ لا، شيء طبيعي بإنتاج اللاعبين. البطولة تأتي ممكن أحصلها بأنصاف لاعبين. لا، هو هذا القطاع الشباب والناشئين يجب أن يعرفوا الجميع. يعني نعم، عندنا مسابقات شباب، عندنا مسابقات ناشئين، بطولة المملكة، هذا شيء طبيعي. حتى تنتج لاعب لازم تدخل بمسابقات. هي عصب النادي، هي القاعدة الحقيقية، اسمها القاعدة، يعني اسمها يغني أكبر تعريف. النادي مهما جلب من لاعبين، مهما كان هناك نجم، يجب أن تكون قاعدته ثرية، يجب أن قاعدته تكون تغذي الفريق الأول، لأنه الفريق الأول هو الواجهة. عندما يكون العمل سليم في هذه القاعدة، أعتقد أنه سيكون إنتاج جيد. أنا أقدمت على هذا الشيء. كثير ناس قالوا أنت رئيس نادي كنت وحققت من هالكلام، بس أنا أعرف ما هو مصلحة النادي. أرى قد أكون مخطئ أنه أحب أن أكون مشرف على هذا، لأني أعرف أهميته لهذا. وأنا بشر، أخطئ وأصيب، وعندي أيضا أشخاص بشر أيضا يخطئون ويصيبون، ولكن الحمد لله ومن فضل توفيق رب العزة وجل والرجال الذي يعملون ومخلصين ومحبين. أعتقد أنه الهلال هو النادي الوحيد في جميع أندية المملكة التي قاعدته هي من نغذي الفريق الأول. والشواهد كثير، ليس باب الدعاية أو باب نحن عملنا والكلام الفاضي ذا اللي أنا ما أحبه. أعتقد أنه الأسماء الموجودة الآن في الخارطة الهلالية في الفريق الأول هي من تتكلم، وأسماء أيضا كانت في الخارطة وذهبت هي أيضا تتكلم، واستفدنا من حققنا بواسطة الأسماء التي رحلت لأندية ثانية، منها كثير حققت بطولات للهلال. القاعدة مهمة. مثل أرجع إلى سؤالك، أنه ليس المهم أنه أحقق بطولة، حققنا بطولات، وماذا يعني أنه أحقق البطولات ولا هناك لاعبين يستفاد منهم في الفريق الأول، ولا هناك يعني فائدة؟ إيش الفائدة؟ هل النادي يرسم مجده أو إنجازاته أو تاريخه بفرق بطولة شباب أو ناشئين؟ لا، الفريق الأول الزعامة أخذها الفريق الأول. فطالما أنه الحمد لله هناك إنتاج، هناك لاعبين، هناك يعني كوكبة من النجوم، لا ندعي الكمال. نعم عندنا قصور، نعم عندنا أشياء. كثير ناس ينتقدون أنتم تؤخرون الرواتب، أنتم عندكم ما عندكم كشافين. هذا ما أعتقد، أنه عندنا أخطاء زي أي شو اسمه، ولكن الحمد لله نجاحنا أعتقد الكل يتكلم عنه. اللاعبين الآن متواجدين في الفريق الأول وذهبوا أيضا للمنتخب الأول، والقادم أحلى بإذن الواحد الأحد. وعلى مستوى الكشافين، على مستوى الأسماء اللي تستقطب حتى من الأندية، كان لك تجارب في أسماء بارزة، يعني نذكر منها مثلا أحمد الفريدي، أحمد الصويلح، أسماء كثيرة، حتى عبد العزيز الكلثم، من بقي ومن غادر الهلال. الكل يتحدث أن الأمير بندر ما عاد يستقطب من هذه الأندية، كان في السابق الموهبة تأتي لنادي الهلال. لا، هو كلام سليم، بس في سبب. الفريدي هو له 5 سنوات في الفئات السنية، ليس استقطابه أمس واليوم وقعد سنة ولعب الفريق الأول، لا، 5 سنوات من أشبال إلى شباب. إذن هو من أبناء القاعدة الهلالية الحقيقيين. نعم أخذناه من نادي الأنصار الشقيق
وموهبة شاهدناها، ولكن طورت لعب مع الهلال وحقق معه بطولات في الفئات السنية، وقدم للفريق الأول كلاعب كامل. يعني طبعا كمال لله، لابد أي لاعب عنده أي زي. لكن استقطبت أنا مثل ما تفضلت، عندما مسكت القاعدة الهلالية كان لازم استقطب، لأنه فيها كان يعني لازم تعرف لم تكن. ولكن الحمد لله بعد ما صار أنشأنا اللاعبين البراعم والناشئين، يعني بنأنا قاعدة، صار عندنا إنتاج جيد جدا. قد لا نستطيع يعني إن إذا كان هناك لاعب فلتة فشيء طبيعي، أو أنه لاعب فعلا نجم يستحق أفضل من اللي عندنا، لا نحارب هذا الشيء، بالعكس أرحب إذا كنا نستطيع أن ننتج. ولكن أمس يختلف عن اليوم. أمس يمكن ما هو متواجد في القاعدة اللاعبين الذي يعني، ولكن الآن متواجدين لاعبين لله الحمد، وهناك شباب طالعين قادمين وسيرون. لا أريد أن أقول أفضل لأنهم كلهم أبناء الهلال، ولكن سيرون وجيه قادمة بإذن الله. أيضا سمو الأمير، على مستوى أنه العمل في الفئات السنية يعني وصل مرحلة الأكاديميات والمنشآت، ومن يقول أن الأمير بندر واقف عند البداية من 10 سنوات. والله يا أخي هذا الكلام أنا ما أدري ليه. هو جاء أحد يبني قاعدة وقلت له لا، أكاديمية قلت له لا. هو في أحد جاء بيبني منشآت وأنا قلت له لا. أنا ما أدري كيف الناس يسوقون هذه، ما أدري. أعداء تعرف، في ناس كثير والله يستر عليهم. ما تبغى أنت أتمنى، هل أنا كمشرف على القاعدة لا أتمنى وجود ملاعب أو مقرات؟ أتمناها. أنا مشرف على القاعدة، على اللاعبين، ما أنا مشرف على مباني وجاي أبني مباني وذا. لا، يجب أن يفهم العمل وش هو. أنا أشرف على قاعدة، نبني لاعبين، نؤسس لاعبين، نستقطب لاعبين، نطور لاعبين لا إلا الفريق الأول. هذه رسالتنا الحقيقية. ومن أتى أن يبني وتبرع ويريد أن يبني ملاعب نحطه على رأسنا، وأتمنى الليلة قبل غدا. فلا تسوق الأمور. بندر ما جاء ليبني ملعب وذا. أنا رسالتي معروفة، أنه أنا أهتم بالقاعدة اللي هي اللاعبين. منشآت ذا إذا كان النادي، أو مع أنه أنا يعني تكلمت في تصريح لي أنه في الأرض الموجودة الآن إذا كانت الإدارة بتسمح أن أقيم عليها منشآت للفئات السنية فأنا مستعد وأقولها وأكررها. أن في عندنا أرض الآن جنب النادي لم تستغل لحد الآن. أتمنى أنه تعطينا الضوء الأخضر الإدارة ونبدأ في المشروع بإذن الله. هل تحتاج الضوء الأخضر؟ لا ممكن، يعني تعرف كل يوم اسمع تصريح أنه والله بنعملها كذا بنعملها كذا. تعرف الإدارة هي الإدارة الرسمية يعني، ولم أتكلم أنا والإدارة الحقيقة في هذا، مجرد تصريح تصرحته وأنا أعني ما أقول وسأكرر وسأتكلم مع الأخوان الحقيقة. ولكن تعرف الآن ما هو بوقت الكلام، مع معات الدوري وإلى آخره حينتهي الموسم ونتكلم. ليس مستعجلين على هذه الأمور ولو أنها مهمة، المهم الإنتاج. فيه فكرة لدى الهلاليين أن يكون هناك مدرسة باسم الأمير بندر بن محمد للمواهب والبراعم. إذا ما بلورت هذه الفكرة بدعم، هل تقبلها أنها تكون موجودة؟ والله الحقيقة فيه من خدم الهلال أكثر مني وأحق مني، اللي هو الأمير الأمير عبد الله بن ناصر رحمة الله عليه، الأمير هذلول بن عبد العزيز، الشيخ عبد الرحمن بن سعيد، الأمير عبد الله بن سعد رحمة الله عليه. هم أحق مني بأي مسمى في النادي، أنا أتي بعدهم. أيضا نتحدث سمو الأمير عن الجانب في الناشئين والشباب. الأسماء برضو هناك من يقول أن الأمير سواء على مستوى التدريب، على مستوى الأسماء التدريبية التي تقود، وانت قلت أن هذا هو المعني فيها أنا، لم تكن كما كانت في السابق. في السابق كانت الأسماء قوية جدا، الآن الأسماء الهلال أو قاعدة الهلال أكبر من الأسماء الموجودة تدريبيا. هذا يسوق لها الحقيقة وأنا أسمع. أنت كيف تقيم العمل؟ ما هو بالإنتاجية؟ أكيد. ولو أجيب أي اسم ولا يعطيني إنتاج، فأنا أبغى اسم ولا أبغى إنتاج؟ طالما أنه عندي أنا إنتاج، طالما أن عندي لاعبين على مستوى كبير، والذي يشاهدهم يدرك هذا الشيء،
تماما. طالما أنه طلع عندي لاعبين للفريق الأول ومن أكفأ اللاعبين ووصلوا إلى المنتخب وكان لهم تأثير في مسيرة الفريق الأول، إذا لماذا نتكلم في هذا الشيء؟ لو ما عندي هذا، وليس معنى أنه الموجودين أنهم الذي لا بعدهم، لا، ولكن طالما أنه أنا في إنتاج، في خامات قدمناها، في لاعبين قدمت، الكلام هذا يطلق على، أعتقد أنه عندما تكون قاعدة لها كم سنة لم تقدم شيء، إذا الكوادر سواء الإدارية أو الفنية معنى أنها غير إيجابية أو غير مجدية. هنا الحقيقة تكلموا في المرتبات أنها تتأخر، تكلموا خلصوا منها وقلت لهم أأخرها، ما لكم دخل فيها. حجاج اشتكى لهم، هذه واحدة انتهوا منها. تكلموا في الكوادر، الآن هم أمام، بكرة ما ندري شيء يتكلمون فيه. طيب سمو الأمير، يعني يمكن ما دام ذكرت موضوع الرواتب وهذه طلعت حتى في الإعلام، ايش الحقيقة؟ طيب ما دام انت تقول تكلم. والله يا طويل، عندنا تأخير يا أخي. أي واحد له الآن في الفئات السنية له 3-4 سنوات قاعدين يثيرون. في هناك مع كل أسف تريد أن تخلق زوبعات، لكن أنا لا أهتم بها ولا أقيم لها أي وزن. أنا أعرف ماذا أعمل. من وين هذه الأشياء؟ لا أريد أن أذكر، هم معروفين، كم شخص معروفين ولا لهم قيمة أصلا عندنا كهلاليين، مع أن نعرفهم تماما يعني. لا تعليق. ما هي الأسماء اللي في بالك الآن اللي ممكن تقدم لنادي الهلال من على مستوى اللاعبين اللي تقول أنهم إنتاج الآن؟ يعني كم اسم في بالك من الممكن نشاهدهم اللي في الفريق الأول الآن ولا اللي قادمين؟ اللي الآن قادمين الأسماء. لا ليس كلهم يعني، لا أحدد فلان وفلان وفلان وفلان، لأنه أعتقد أنه هذا خطأ مني لو أتكلم في هذا الشيء، ولكن سيشاهدهم الجمهور لأنهم ولله الحمد كثر. قد أنسى اسم، قد تعرف ما شاء الله الحقيقة، ولكن سيشاهدون. في موهبة زي الشلهوب؟ متأكد أن الشلهوب مش حيسمعنا؟ عندك ذا؟ إذا كان متأكد في أحسن. في أحد جاي زي محمد؟ أكيد في مواهب كبيرة إن شاء الله. طيب سمو الأمير، خلني أخذك بجانب آخر اللي هو موضوع المسابقات المحلية. اليوم الناشئين الشباب يعني قاعدين نشاهدها، أخذت نقل تلفزيوني، متابعة، يمكن بطولات الناشئين والشباب حتى مستوى البراعم، مستوى المدارس أصبح لها إعلام ومتابعة. هل نحن في المملكة، مش في الهلال، في المملكة بشكل عام نسير في الطريق الصحيح في هذا الجانب في الفئات السنية؟ لا شك أنه إذا نظرنا رجعنا إلى الخلف، أكيد أننا تحسنت الأمور عندنا، يعني صار هناك اهتمام فيها من الناحية الإعلامية. ولو أن السنة هذه النقل قليل جدا، يعني الحقيقة النقل فيه فائدة كثير الحقيقة عدة اعتبارات. يعني أتمنى أنه لا يؤخذ كلامي أنه لأجل ما لكن شاهدنا الإعلام حتى مفيد، النقل مفيد حتى للتحكيم. ونشاهد أنه بعض المباريات مع كل أسف عندما لا تنقل يكون هناك تحكيم غير، عندما تنقل تختلف الأمور، لأنه يعرف أنه كله يشاهده. هذه واحدة. النقل، مع أنه السنة دي ما نقل كثير، عدة مباريات بسيطة جدا، بس في السابق كانت الRT تنقل كل المسابقات خاصة المهمة لكل نادي. الآن البراعم صار هناك برامج يعني الاهتمام فيها، سواء في مثل كأس الأمير فيصل الأخير، نعم، والآن بعد أعتقد يوم أو يومين هناك للبراعم، أعتقد في نادي النصر شقيق النصر في دورة كم يوم، هي مجرد أنه الاحتكاك وإلى آخره. أيضا في مكة قرأنا في الصحف أنه فيه كذا. أعتقد أنه الحراك في هذه الأمور شيء جيد، حتى الأندية تعطي اهتمام، تعطي تحفيز الأندية، تقديم الوجيه هذا، حتى اللاعب يعرف أنه يعني صار في اهتمام، يهتم أيضا في نفسه، يهتم في تطوير مستوى اللاعب، لو أنه صغير في سنه ولكنه يمكن إن شاء الله كبير بعقله وإدراكه. أعتقد أنه الأشياء جدا لها إيجابيات. في الهلال خسرت الناشئين والشباب الصدارة في أسبوع أو في 3 أيام تقريبا أمام النصر والأهلي. والله الحقيقة هو لو شاهدت ترى مباراة واحدة بالنسبة للأهلي، يعني بالنسبة للأهلي هو كان عنده يعني مباراة، ولكن
وهذه كرة القدم. يعني نحن ندري أننا نعمل وغيرنا يعمل أيضا، ليس نحن في الساحة. لعبنا مع شقيقنا الأهلي، هم متقدمين علينا بنقطتين، فلو كسبناها كان تقدمنا بنقطة، كسبوها صارت 5، هي مباراة واحدة. ولكن هذا لا يعني أن الأهلي أنه فريق بطل ووصل لهذا الرقم بمجهوده وبمجهود منسوبيه، يعني يستحق كل شيء. أيضا شقيقنا النصر أيضا مباراة مع النصر، تقدم معنا ب6، شل منه 3 وأعطيناها، تساوينا أنه وياه. فلذلك هي مباراة الشباب، تجدها مباراتين لا تعدى هذا الشيء. ولكن الحمد لله الأول فيها، الثاني في هذا، والثاني في هذا، العام أيضا الثاني هنا والثاني هنا، في أشياء كذا. دليل هذا يعطي مؤشر أنه في الهلال لم نحقق بطولة صح، ولكن في هناك عمل جيد، دليل أن محافظين على المنافسة. العام الماضي خسرنا الأول بنقطة في الشباب، خسرنا أيضا الناشئين بنقطة، يعني نقطة، وهذه تأتي من تعادل، تأتي من يعني لا أريد أن أتكلم، ولكن وأعيد وأكرر أهم شيء عندي اللاعبين ليس البطولة، ولو أني أتمنى أني أحصل عليها. 26 لاعب سعودي أو محلي في الفريق الأول، من اللي حيخسر؟ الموهبة حيضيع مواهب من عندنا تعب عليها النادي في إنشائها، أم لاعبي الخبرة اللي المفروض يطلع؟ من اللي المفروض يطلع سمو؟ والله هذا صراحة الحقيقة أنه في هناك، أعتقد كل الأندية حتعاني من هذه المشكلة. أنت تعرف أنه الشباب والناشئين أقل يعني 40 لاعب هنا وهنا، عندما تنتج لاعبين كثر، وتعرف اللاعب يعمر يعني يجلس على الأقل 10 سنوات، والعدد الفريق الأول 26، فلو افترضنا كل سنة طلعنا 5 6 في 3 سنوات 18 لاعب، يعني حيكون في تفريط في نجوم، يعني حيكون كأنك تعمل لأندية ثانية. هذا هو الواقع القادم، أتمنى أن يرون يكون له حل إن شاء الله. ألا ترى أنه مثلا بعض هالمدارس والأكاديميات ممكن تنتج وتخدم أندية ثانية، أندية الوسط، أنها تأخذ هذا حتمي، لأن لا تستطيع أن تحتفظ لن أستطيع أن أحتفظ باللاعبين، أنا عندي عدد معين أحتفظ به. أيضا لا يمكن أنه برضو أكتفي في الشباب والناشئين بعدد محدود، لازم أكون يعني عندي أكبر قدر، فهي تخدم الوسط أو الأندية اللي إنتاجها في القطاعات هذه ما يكون كثر، ويتضرر منها النادي الذي يعمل وإلى آخره. لا نقول أنه يتضرر ويفرط. طيب أختم سمو الأمير معك ب3 أسئلة بسيطة. في الأول، بالأمس عبر برنامج رسالة الأمير عبد الرحمن بن مساعد يصف خلافك مع الأمير عبد الله بن مساعد بالخلاف الصحي من أجل مصلحة الهلال، وأنه حل هذا الخلاف. هو أصلا ما في خلاف عشان يحل. هو الأمير عبد الرحمن آدمه الله عنده وجهة نظر وطرحها، وأنا أعطيت وجهة نظري لا تتعدى هذا الشيء إطلاقا، وليس هناك خلاف. هذا هو كل ما في الأمر. طيب في ذات الشيء سمو الأمير، البطولة الآسيوية احنا فيها الآن مرتين الهلال يعني يخسرها في أدوار ال16، وحتى لما كان قريب منها في العام الماضي في المباراة النهائية. نظرية أن الهلال حينما ركز على البطولة لم يستطع الوصول إليها. لا، ما أعتقد أنه هذا النظرية صحيحة. الهلال بطل آسيا، الهلال نادي القرن، لم يأتي هذا الاسم من فراغ. لو لم يكن أكثر الأندية تحقيقا البطولة الآسيوية لم يحصل على هذا اللقب. نحن في قارة، أكبر قارة في العالم، فيها ألوف الأندية. لو أن الهلال لم يستحقها كان اعترضت هذه الأندية، كان اعترضت دول، قالت أنا أحق أنديتي أحظ، ولكنها تحكي عن الواقع. هذه واحدة، أنه الهلال هو نادي القرن، لم يأتي من فراغ أو تكرم أو إلى آخره. لم نوفق، نعم، في الآونة الأخيرة صحيح لم حالفنا التوفيق. قد يكون حرص من عندنا وتحمس بحكم أن نادي القرن، وهذه طبيعي، ولكن النادي مسيرة ليست مرحلة. نادي الهلال يعني في 50 سنة من أنشئ إلى الآن حققنا 6 بطولات. يعني نستكثر في ال5 6 سنوات أن لما نحقق الأندية الثانية، إذا كان الهلال 6 بطولات في 50 سنة، الأندية الثانية أيضا لها بعضها أكثر من 50 سنة منشأة، أو 70 سنة أو 60 سنة لم تصل لهذا الرقم.
فمعناها أنه الوضع مسيرة لم نوفق، نعم، ولكن الأمر مسيرة وليست مرحلة ونتوقف عندها، لا. نادي القرن أن يكون عضو شرف أحد الرعاة في الاحتفال والدكتور علي الناقور، شكك في شيء؟ لا والله شوف، الحقيقة أنا أسف على بعض الإعلاميين عندما يذكر أنه الناقور أو إلى آخره. الناقور لم يأتي ببطولة ويعطيها الهلال. عندما تسأل عن نادي القرن لا تسأل من عمل، من تكفل وإلى آخره، أو من ساعد أو ذا. اسأل لماذا أعطي نادي القرن، وما هي الأنجاز حتى يعطي نادي القرن. هذا هو الجواب الحقيقي. لا نتكلم، أنا لا أقصدك طبعا، أنت لازم تطرح السؤال هذا، لازم شيء طبيعي تطرحه، ولكن أنا أجاوب على الذي يحاولون أن يشوهوا. نادي القرن لم يحقق بمن تكفل أو في محفل أو والله لأنه الفلان عملوه ولا ساعد فيه والله أعطي. لا يا أخي، أعطي نادي القرن بإنجاز، ببطولات، بطلوع للمنصة. هذا أعطي نادي القرن، هذا الحقيقة. بيتجاهلوها، هذه مشكلتهم، نتمنى لهم الشفاء. بطولة كأس الملك، كأس دوري خادم الحرمين للأبطال، هي بطولة لا زالت حديثة، يعني عمرها 3 سنوات تقريبا. إن شاء الله نسعى هذا الموسم أن نضيفها إلى العقد الذهبي للهلال. سنسعى في هذا بإذن الله، والهلال أعتقد أنه قادر على هذه. نتمنى التوفيق بإذن الله. الرقم 9 خايف عليه أنت بالنسبة للإنجازات البطولات؟ لا، من بلابسين 9. أمس كنا في مناسبة أنا والأمير عبد الرحمن، وكررتها، قلت شوف يا أبو فيصل، لك لحد 9، بعدها انتبه مني، ترى سأخربط بعض الأمور. قال طبعا تعرف الأمير عبد الرحمن. قلت ضربت له مثل، قلت له أنا أذكر سلطان مناحي كابتن المنتخب وكابتن نادي الهلال، ألبسه ثوب الصحة والعافية، من خيرات اللاعبين لا خلق ولا مستوى. هذول الأشخاص هو اللي يعتز الهلال فيهم كثير وكثر فيهم. كنت أنا حاضر في بعد انتهاء الشرح، قال سلطان كان مدير كورة، قال انتبهوا، المدرب أعطى الخطة، ولكن أنا بتكلم غطوا اللاعب الفلاني، هو لاعب اللي غطوه ليس. فأنا أقول للأمير عبد الله انتبه مني بعد. إن شاء الله ما يحقق، هو إن شاء الله يصل إلى رقم 9 وبعدين نتفاهم فيها. أشكرك سمو الأمير على قبول الدعوة مرة ثانية. أتمنى إن شاء الله أن نلتقيك في مناسبات قادمة. ما نبغاك تغيب أبو محمد كثير، أنت ترى في الآونة الأخيرة ما عاد تحضر كثير. لا والله أنا سئلت كثير، لن أغيب. أنا إذا كنت متواجد في الرياض حكون قريب، ولكن تعرف إقامتي في جدة، والسنة هذه بالذات مجيئي إلى الهلال، مجيئي إلى الرياض لم يكن. الإعلام في جدة والرياض ما يحتاج، الإعلام في الرياض وفي جدة ما يخالف. دائما أحضر مباريات اللي في جدة، ولكن تعرف أنها مباريتين فقط يعني. ولكن الهلال يتطلب منا أشياء كثيرة، لازم نقف معه في كل كبير وصغير. أتمنى لك التوفيق سمو الأمير. شكرا على هذا. شكرا يا طبعا. شكرا سمو الأمير بندر بن محمد، نائب رئيس هيئة أعضاء شرف نادي الهلال وكذلك المشرف على القطاعات السنية في النادي. أشكركم أيضا متابعينا على طيب المتابعة خلال هذه الساعة. نتمنى إن شاء الله أن نكون أضفنا للمشاهد الكريم من خلال هذا الحوار. ألتقيكم في حوارات قادمة وخاصة وحصرية للقناة الرياضية. استودعكم الله، لكم التحية من زملائي خلف هذا العمل.